يو السلام عليكم الاخوان، كي راكم دايرين؟ بخير لاباس عليكم؟ نتمنى على انه تكونوا كاملين في تمام الصحه والعافيه وتكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد اللي غادي نشوفوا فيه فوزي القجع رئيس الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم الذي وضع الجزائر بين نارين، فاما فتح مجالها الجوي امام بعثه المنتخب الوطني المغربي المشاركه في الشان، او الاستمرار في التعنت وفي اغلاق مجالها الجوي، وبهذا ستتضاءل حظوظها في تنظيم كان 2025 بدل غينيا. نشوفوا اش واقع ونشوفوا اش طاري في هذه القصه هذه. فوزي القجع رئيس الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم يراسل الكاف وكيطلب منهم على ان الدوله المنظمه للشان تحترم دفتر التحملات اي اللي هي ملزمه به وتقديم تسهيلات للمنتخبات للمشاركه في هذه الدوره، واللي هي على ان المنتخب الوطني المغربي لازم عليه يستقل طائره من مطار الدار البيضاء وغادي تحط في مطار قسنطينه اي المدينه اللي كتحتضن الاقامه ديال المنتخب الوطني المغربي المشارك في الشان. المسؤولين في الجزائر كيخرجوا بواحد التصريح كيحرفوا فيه المراسله اللي قامت بها الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، واللي طلبت فيها على ان الدوله المنظمه لهذه الدوره هذه على ان تقدم تسهيلات للمنتخبات للمشاركه في الشان. التصريح ديال المسؤولين ديال الجزائر كيقولوا بلا انه الجزائر غير ملزمه على انها توفر طائره خاصه او انها توفر الوسائل اللوجستيكيه للمنتخبات المشاركه. بالعكس، الجامعه الملكيه المغربيه راسلت الكاف كتقول لهم بلا انه على الدوله المنظمه توفر تسهيلات للمنتخبات المشاركه، اي على انه بدل الطائره ديال المنتخب الوطني المغربي تمشي حتى لتونس ومن تونس غادي تفوت الجزائر، يعني لازم على الجزائر تفتح المجال الجوي ديالها امام طائره او البعثه الوطنيه من اجل حط الرحال هناك في مطار قسنطينه المدينه التي تحتضن اقامه الاسود هناك. وهنا الجزائر امام خيارين، الشان او الشان. الجزائر الى استمرت في التعنت ديالها ورفضت على انها تفتح المجال الجوي ديالها امام البعثه ديال المنتخب الوطني المغربي، فهنايا غادي تتضاءل الحظوظ ديالها في الفوز بتنظيم نهائيات كان 2025 بدل غينيا، لانه الكاف غادي تعتبر الجزائر دوله ما كتفرقش بين ما هو سياسي وعسكري مدني وبين ما هو رياضي. اذا الدبلوماسيه المغربيه في كل مره تبين عن حنكتها، في كل مره تبين عن حكمتها، في كل مره تصفع النظام الجزائري. وكيف ما شفنا كاملين على ان في كان 2015 المغرب كان غادي ينظم ديك الدوره، الا انه تقدم بطلب على انه يتم تاجيل ديك الدوره لاجل غير مسمى بحكم انتشار وباء ايبولا. الكاف رفضات الطلب ديال الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم وتعنتت على انه يتم تنظيم الكان في الوقت المحدد ديالو. الجامعه رفضات حتى هي الطلب ديالها وتخلات على تنظيم الكان. الكاف عاقبت المغرب بعدم المشاركه في نسختين متتاليتين. المغرب كان دارس الملف مزيان، رفع دعوه للطاس وربحها وكيشارك في كان 2017. يعني الدبلوماسيه المغربيه ما كتقومش بشي خطوه حتى كتدرسها مزيان، وهذا الشيء اللي دارته مع الجزائر كيتعتبر صفعه قويه. فاما ان الجزائر تنازل وتقدم تنازلات وتفتح المجال الجوي ديالها وبهكذا غادي يكون النظام الجزائري الوجه ديالو تمرق في التراب، او تستمر في التعنت ديالها وتخلي المجال الجوي ديالها مسدود في وجه البعثه الوطنيه المغربيه، وبهذا غادي تكون الحظوظ ديالها كتضاءل في تنظيم كان 2025 كيف ما قلنا بدل غينيا. حبذا لو كانت السياسه الداخليه مثل السياسه الخارجيه، كنا غادي نكونوا من الدول المتقدمه في تصنيف التنميه البشريه، لكن الايام القادمه كفيله على انها تورينا شنو غادي يكون رد الفعل ديال النظام الجزائري هناك. بهذا غادي نكون وصلنا لنهايه الفيديو. ما عليا غير نقول لكم تهلاو فراسكم بزاف ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. تهلاو الخوت.